النهارده ان شاء الله هنتعلم حاجه خطيره جدا، وهو التعديل على صلاحيات الملفات في نظام الكالي لينكس. في الفيديو اللي فات كنا عرفنا نقرا الصلاحيات دي للملف، وعرفنا يعني ايه ار، وعرفنا ان هي معناها ريد، ودبليو يعني رايت، والاكس يعني اكسكيوت، وعرفنا الفرق بين اليوزر وبين المجموعه وبين باقي المستخدمين، وعرفنا ايه الفرق بينهم. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح الصلاحيات، وهنستخدم الامرين دول ونطبق عليهم بشكل عملي. ودلوقتي اول امر معانا هو الامر ch مود. هنفترض دلوقتي ان احنا مش عايزين حد غيرنا يعدل الملف. احنا دلوقتي كنا عملنا ملف المره اللي فاتت اسمه password.txt. الملف ده مش عايزين اي حد يقدر يفتحه ويقدر يعدل عليه غيرنا احنا. طيب غيرنا احنا ده يعني صاحب الملف اللي هو عمل الملف. طيب ساعتها هنستخدم الامر chmod 600 ونكتب اسم الملف وندوس انتر. بكده لو جينا عملنا ls-la هنلاقي الصلاحيات بقت بالمنظر ده، وده معناه ان صاحب الملف بس هو اللي يقدر يقرأه ويعدل عليه، ومفيش اي مستخدم تاني يقدر يشوفه. وده بيكون مناسب جدا للملفات الحساسه زي الملفات اللي بيكون فيها الباسوردات. طيب خلينا نشوف مثال تاني عشان نفهم اكتر. دلوقتي لو عملنا سكريبت مثلا بالبايثون او الباش، هنفترض دلوقتي ان احنا عملنا الملف ده تمام وسميناه can.sh. تمام بكده احنا عملنا الملف. هنفترض ان ده كده سكريبت بيعمل سكان. طيب احنا دلوقتي عايزين نشغله. الطبيعي ان احنا نكتب دوت سلاش ونكتب اسم السكريبت عشان نشغله. طيب لو دلوقتي دوسنا انتر هيقول لنا ايه؟ بريميشن دينايد. يعني ايه؟ يعني الصلاحيات للملف ده منعته انه يتنفذ. طيب ليه كده؟ لان الملف بالصلاحيات اللي فيه دلوقتي بتخليه غير قابل للتنفيذ. طيب ساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها هنستخدم الامر chmod ونكتب بلس اكس ونكتب اسم الملف وندوس انتر. لو جينا نبص للصلاحيات تاني وكتبنا ls-la ودوسنا انتر، الملف اهو هتلاقي مكتوب فيه ايه؟ اتزود له حرف الاكس. ده معناه ايه؟ حرف الاكس زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات معناه اكسكيوت، يعني كده الملف بقى قابل للتنفيذ. يعني لو جينا دلوقتي نفذنا الامر تاني، لو خدت بالك كان هنا لما جينا نفذنا الامر كان الملف باللون الاخضر والنظام مش قارئ اصلا ان الملف قابل للتنفيذ. لو واخد بالك الحروف بتاعته بقت اعرض من قبل كده تمام، والملف لونه اتغير اول ما كتبنا دوت سلاش وكتبنا اسم السكريبت. طيب لو دوسنا دلوقتي انتر، طبعا هو عشان الملف فاضي ما فيهوش اي حاجه فمفيش اي حاجه اشتغلت، ولكن ما قالكش نفس الرساله دي برميشن دينايد. ليه؟ لان دلوقتي الملف بقى قابل للتنفيذ من غير اي مشكله. تاني امر معانا النهارده هو الامر chown. الامر ده بيعرفك مين مالك الملف اصلا وازاي تقدر تغير المالك بتاع الملف. تمام دلوقتي الملف بتاع لاب اللي احنا بنشتغل عليه لو عايزين نغير المالك بتاعه من اليوزر كالي لليوزر روت، دلوقتي لو عملنا ls-l تمام هيقول لك هنا اللي عمل الملف هو اليوزر كالي وهو اللي يقدر يعدل عليه وهو صح. طيب حلو جدا. لو احنا عايزين نغيره من اسم كالي نخليه للروت، ساعتها هنستخدم الامر ايه؟ ساعتها هنستخدم الامر sudo shown ونكتب اسم اليوزر اللي احنا عايزين نغيره اللي هو روت ونكتب اسم الملف وندوس انتر. لو دلوقتي كتبنا ls-l ودوسنا انتر تاني وبصينا هنا على اليوزر او على صاحب الملف هنلاقيه بقى اسمه ايه؟ روت. يبقى دلوقتي الملف بقى مملوك للمستخدم روت. طيب خلينا دلوقتي نسال سؤال مهم جدا. ليه الصلاحيات الغلط ممكن تشكل خطر كبير جدا على النظام؟ لان ده اهم سؤال في الحلقه النهارده. دلوقتي تخيل لو عندك ملف فيه كلمات مرور او مفاتيح SSH او بيانات عملاء والصلاحيات بتاعته كانت بالمنظر ده، وده معناه ان اي مستخدم على الجهاز يقدر يقرا الملف او يعدل عليه او حتى يحذفه، وده ممكن يخلي ان كلمات المرور المحفوظه عنك دي تتسرق او حد يقدر يعدل على ملفات النظام او يقدر يشغل ملفات خبيثه. عشان كده في الامن السيبراني سوء اعداد الصلاحيات يعتبر من الاخطاء اللي بتساعد المهاجم انه يوصل لبيانات او ينفذ اوامر المفروض في الطبيعي ان ما يكونش ليه صلاحيه انه ينفذها. فالنهارده لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تكمل معانا رحله تعلم الكالي لينكس. ولو انت مهتم انك تتعلم الكالي لينكس والامن السيبراني بشكل عام، فانا حاليا بجهز برنامج تدريبي قوي جدا هيتعمل بشكل مباشر وتطبيق عملي. فلو عايز تكون من اوائل الناس اللي تعرف ميعاد فتح التسجيل انضم دلوقتي لمجتمع الدرع الرقمي على الواتساب. هسيب لكم اللينك في الكومنتات.